السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مش نتعلم إن شاء الله شوي يعني لغة اسمها بايثون، سمح شوي تعاون إن شاء الله كم تقرأ روحك مني منك تشوف يعني توصل حاجة بين إن شاء الله. المفيد باش تحمل بايثون سهل، أهم شي يوتيوب طريقة تحميل بايثون تنزلها من جوجل، معروف الناس كل أي واحد يشوف أكيد عنده البايثون البي سي بتاعه والكمبيوتر. تحملها تحميل وتحمل شي تحب تخدم على فيزيو كود. أنا باش نخدم على اسمه البايشار محسن لي فيزيو كود تخدم عليه، معروف ياسر خلاص نمبر 1 يعني. أنا عندي بايشار سمح نجم تنزلو من محرك البحث جوجل. المفيد عندنا هنا بيئة العمل هذه الأولى، والواجهة الثانية اللي تحت هذه شنو هذه نتيجة الكود نتاعك. أوكي، يعني النتيجة نتاع بيئة العمل. فهمت؟ انت تفهم بحث وحدك ما تركزش مخك ياسر خلاص. انت مفيد هنا تنجم تكتب اوكي، هنا تخدم هنا النتيجة سهل صح؟ سهل محسوب تو اعتباره فهمت. بنشوف اول حاجة عندنا يعني فونكسيون في البايثون. عندنا يعني ثم اوامر موجودة يعني مسجلة، مثلا الكلمات يعني هو البايثون فهمها عندها يعني وظيفة معينة. اوكي فهمت؟ يعني مثلا عندنا حاجة اسمها برنت في البايثون. برنت ترى ديجا الناس كلها تعرفها يعني في العربية يعني اطبع صح؟ اوكي، هو بايثون مسجل عنده برنت اطبع يعني يطبع لك الشيء. نعمل برنت على فكرة حاجة توحدها إذا محالة شوف انت الكتيبة لازم تكون صغيرة اوكي، ما تكونش كبير مراجل. اي حاجة معرفها بالنسبة يعني باش هي يعني الكلمات اللي بايثون معرفة عنده او بايثون مسجلها عنده تكون كتيبتها صغيرة. اما بالنص نتاعك انت كتبت كما تحب انت في النص نتاعك تحب تطلعه كبير صغير الحروف نتاعك كيف. المفيد عندنا البرنت هذه اطبع. اول شيء وقت تعمل برنت لازم ديما تحط اونتر بارنتيز يعني بين قوسين، وتحط انت الجمله حاجه تكتبها. مثلا باش نحط 1999 ونعمل هنايا ها شوف الخضراء هذه ثاني تقص علامه. والا اذا انت تاخذ باشاره نفس اللي عندي انا نعمل كنترول اف 10 اوكي، يعني لا استغفر الله شيفت اف 10 اوكي، يعني يقوم لي يعمل لي يعمل لي نفس هذه الران. شوف الخضراء هذه ران اوكي، هذه ران. انا بشان نعمل اف 10 على طول يعمل لي ران. شوف تعال تحت دقيقة انا اقول لك كيفاش. وهي تقدر اكتبها لكم هنا دقيقة ايش اعرف لك بس شوفها ران وين لوبس ولا عينك هذه وين لوبس هذا العنوان هذا فهمت ما يهمكش فيه هذيك. ما عندك حد دخل هنا العنوان تحب تكتب وين تحب انت بايثون نيبون باي هذا نفس خليك ريبس. عندك البايثون باي خلصت دقيقة. شوف هذه يطلع لك الران، شفت الران تنجم تعمل قال لك كنترول بلس شيفت بلس 10 اللي بحث هو شيفت بلس اف 10 نفسها هذه يعني ديجا اطلع لك يعني يطلع لك نعرف الناس تعرف الراسه دي. عندنا البرنت تطبع عرفناها سيد تطبع مليك. باش نشوفوا تو حوايج احنا يعني بسيطه. عندنا الاس تي عندنا حوايج معناها في بايثون يعرفهم كهو مثلا خلينا نفسرلك بعربيه الدارجه التونسيه. هذا عباره بايثون عباره شخص اوكي، شخص عنده معلومات مسجله في مخه، عنده النص والارقام اوكي، ونص وارقام وعنده يعني يفرق لك بين الرقم عنده يعني وراه يعني رقم بالفاصل ورقم من دون فاصل. فهمت؟ يعني يفرق بيناتهم، عنده ذاك غير وذاك غير. فهمت؟ لو احنا مثلا البشر احنا عندنا 5.6 5.7 5 ارقام كلها، لا هو تقول 5.6 يفهمها غير كذا، يفهمها هو الرقم هو رقم يبقى، اما هو في مخه معناها في برمجته عنده تسميه خاصه بال5.6 مش غير الارقام اللي تكون 5 6 10 12 من دون فواصل اسمها غير. مثلا خلينا نبدا لك بالنسبه للارقام في البايثون انتجر رقم صحيح يعني انتجر تصرح باقي رقم صحيح.
انتجر نرمز لها بالاي ان تي داخل بايثون. اوكي، الاي ان تي يعني انتجر، يعني رقم صحيح، نفس 1 2 3 وهي مش هذا ارقام صحيحه. عندنا مع الانتجر عندنا سترينج. سترينج يعني نص، ديجا كلها كلمات سهله، انا انجلي محول العربي يعني بادئ معناها حاجه عاديه اي واحد يفهم انجلي يفهمها. نرمزونها في البايثون بالاس تي ار. اس تي ار يعني سترينج. هيك خلينا الحين عندنا اس تي ار وعندنا الانتجر. وبالنسبه للفلوت هذه يعني رقم عشري، 5.10 يعني تم فاصل. اوكي، فلوت يعني أداة في تعريف بايثون. مثلا تقول له يا بايثون شنو يا أخي الفلوت؟ يقول لك الفلوت هو عدد عشري، يعني رقم يكون عنده فاصل بجانبه فاصل 6.7 فاصل 0 المفيد ثم فاصل. يقول لك فلوت. تقول له يا بايثون يا أخي شنو الانتجر؟ يقول لك الانتجر هو رقم صحيح، يعني 5 10 ألف مليون 7000 مليون دولار دكتوية يعني رقم صحيح. اوكي، يا بايثون ما هو الاس تي ار؟ سترينج هو نص. يقول لك النص يكون عندي في البايثون، يحكي عندي يكون بين ظفرين. اوكي، لم افهمك يا بايثون. يعني عندما تكتب النص لازم تحط لي ظفرين وتكتب انت داخل النص هذا. شفت كيف يعني تكتب داخله. اوكي، والا تحب يعني شنطتين ظفرين اي بين ثم الاثنين يجون بعضهم ولا واحدة نفس الشيء. اما احسن لك تستخدم انت بعد تفهم علاش. فهمت؟ المفيد حط بين ظفرين وتكتب النص بتاعك. هذايا اي كتبتها بين ظفرين داخل بايثون عبارة نص، ما تكسرش باهي. حط رقم يفهمك نص. يفهم نص هذه ايه؟ نعم هذه يفهمها نص. فهمت؟ انا تو دخلت باخلتني بعضي نص وما ادري شنو يا صاحبي فسر لي واحده وخلينا نمشي هناك ولا نسكر فيديو نخش سهل يسر خلاص. تو عرفت لك انت بعد شوي بشوي تفهم ان شاء الله. امريكا على سبيل المثال انا جاني واحد قال لي السلام عليكم. قلت له وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. قال لي اطبع لي يعني نحب برنامج وقت ما نعمل ران اللي هي الخضراء الران يطلع لي يقول لي مثلا يقول لي مرحبا بك مثلا هلو محمد اون ان مش عارف ان سوس ولا ان سفاكس. اوكي، مرحبا بك ان سفاكس هكاك باش يختلوا على برنامج. الراجل يحب برنامج وقت ما يقص عليه يقول له هلو يعني محمد ان سفاكس. اوكي، قلت له سيريس خلاص انا المبرمج ايش نعملها لك كيفاش؟ احنا كمبرمج هذه البيئه متاعي وهو هي باش يقرص القرص بالك. هذا شنو مهمته؟ المتلقي الشخص مش ياخذ تعطيه برنامج يعني باش يقرص كران. فهمت؟ مش شوف النتيجه متاعك واش تصير. قلت له سهله، تعلمت برنت. اوكي، وبرنت باش نخدمها لازم نحط بين قوسين. هذه ديما قوسين تتعود عليها بعدين سهله. تحط بين قوسين. اوكي، نكتب له. واحنا تعلمنا هو حاجته نص صح ولا نص. اوكي، مش قال لي نحب برنامج وقت ما نعمل ران يطلع لي هلاو محمد ان سفاقس هكا ولا باهي سهل. تعلمت لي النص يجي بين قوسين بين ظفرين. نحط الظفرين هذا ونكتب هلاو محمد ان سفاقس. اوكي، لا كتبت ان سفاقس ونيا مش نعمل له نقاط من عندي هذيك انا بروبوار وخلي نعملوا ران والا نعملوا نفس الشيفت 10 اللي هو بالبيشار يخدموا. نعملوا ران مش باش يصير هلا محمد اسفاقس هيك. هو الراجل هذا البرنامج بتاعه عطاني 10,000 فرنك وشهره فرح المصور هيك شيخت له صاحبي انا برنامج باش يقرص. اوكي، يطلع له هلو محمد اسفاقس. هو في وقت ما يقرص على برنامج يطلع له محمد اسفاقس تشيخ له مخ. كل واحد على حد عقله من الشوف.
يعني تو فهمت اللي نجم نعمل برنامج. تاع برنامج سهل، في حد شيء يعمل برنامج. تو انت تعمل رهان يطلع روح اليوم محمد صفاقس من هيك قلتوا حاجه سهله. برا نكملوا بعضنا. سمحه البرمجه صح، سمحه ديفلوب برمجي حاجه باهيه. نعمل ران يطلع له محمد صفاقس كي يعطوا محل هو محمد صفاقس باهي. جاني واحد اخر قال لي اني نحب ان انا اش تحب. قال لي يا خويا انا بصراحه اني نحب على برنامج هي اش تحب على برنامج اني كي نحط له رقم يزيد لي عليه رقم اخر. نحط له مثلا يقول لي مثلا لا الزنا هذيك الدرس اللي بعد جاي. لا نمشي بشوي نمشي واحده مثلا خلينا نختاروا حاجه اخرى. مو شفت انت لو كان نبدا واحد يشرح نعرف يجيه بخل ومش عارف يفد فهمتش. يحب ديما شوي جو على الجو ايش تخليك تبغى. تو علاش تو شوف انت اكثر جماعه. تو لو كان واحد يشرح مثلا في كيفيه اختراق مش عارف كيفيه اختراق فيسبوك تلقاه تعرف يا ودي منتبه بشكل رهيب ومدقق ويفكر في فلان باش يهاكيه وراني باش لا تلقاه محضر الايدين تاعو الايدين تاع الفيسبوك محضره ويتبع فيه. نقول له قرصك قرصك يلقاه يوقف فيديو ويمشي يرجع الكاينكس ويحط يعني يمدي يتبع في واحد. اما القرايه تلقاه الواحد ديما يفد. يعني مجرد الحمد لله تفد ياسر تمل وتبطل وترجع. اما احسن شيء العلم. في ما عندكش صنعه ولا عندكش حكايه تتعلم برامج سهله خدمتها بفضل الله. يعني تحط ليش تصور منها فلوس يعني تخدم برا خير هي عليك من تونس. المفيد عنا هلا محمد صفاقس خدمنا البرنامج بتاعه الراجل مشى فريح المسرور. تعلمنا البرنت صح وتعلمنا اللي النص تكتب بين قوسين. باهي تو واحد اخر جا قال لي يا اسمك انا نحب برنامج. رجع لي اخوه الكبير رجعني اخوه الكبير اكبر منه شوي فهمت. قال لي نحب برنامج وقت ما نقرص على ران نحن نقرص على ران. قال لي طلع لي تاريخ ميلادي. هو ذا اللي بيك يا ودي امرك منفذ. برنت اطبع يا بايثون اطبع لي نعمل بين قوسين ونحطه. هل نحطه نص ونحطه معناه نحطه بين ظفرين ولا لا؟ شوف كيفك كيف تحب انت. هو حشو مش يعمل عمليه حسابيه. معناها لو نحطه بين ظفرين نحطه بين ظفرين احنا ونعمله. هو مثلا عمره 22 نعمله الشلطه 10 نعمله 1995 ونعمله راء. اوكي طلع 22/5/1995. اوكي مريقل طول نقرح. هذا البرنامج بتاعه طلع 10,000 مش صورت 20,000 تو ربي لك الحمد والشكر. مريقل يعني بخير. تعلمت اطبع شوف وتعلمت اللي البرنت تطبع لي زاد الباك سلاش شو ايه باك سلاش صح مش عارف كان غلط سامحوني. ها احنا نقولوا برا بعربية فصحى مش عارف حتى عارف فصحى ما نعرفناش اصلا. هل استر هذه المدرية العودة شوي هذه المفيد تطبعها لي زاد تطبعها لك. شوف طبعتها لي بقى نجربوا احنا بعضنا. احنا عندنا كلافي وفيها برشا قروصة برا نجربوا نعملوا مثلا النجمة ونعملوا المطة ونعملوا البريس ونعملوا نجربوا احنا حوايج نمشي بخلاف النص هكا ولا. احنا لازم تجرب انت وحدك. مكانش مش تبقى تتبع انت في اللي يشرح لك مش بتتبع شيء. لازم تجرب ما تجربش وجرب ونعمل عنه. هل يطلع لي ولا ما يطلعليش؟ طلع لي طلعت لي النجمة والمطة والبريس وستر ومدري شنو. يعني نجم نطبع اي حاجة هنا. نجم نطبع اي حاجة باهي. خلينا نجرب نطبع من دون ضفرين. نعمل مثلا نعمل نص مثلا احمد تعرف حمار احمد مثلا احمد جودة ونعمل اضرب لي الرور يطلع لك بالاحمر انه يعرفها راي تعرف خليتها وجليتها ودخلتها بعض. invalid syntax
فورجيت او كلمة مشكلة. قال لي شوف اعطاك هنا قال لك ستار لاين 1، يعني الخطأ بتاع شو هنا يشرح بالباهي راهو، تبع انت الروت تعرف كل شيء. قال له لاين واحد، يعني هذا ستار واحد، شفت هذا ستار واحد، انا مكتوب واحد، انا هذا ستار 2 3 4، فهمت، كل ستار مرقم. قال لي برنت احمد شفت احمد جود عمل لها، انا وجه لي اسهم، مش عارف تقول دبابات لو انا عليها ورجع لي اسهم. قال لي ثم مشكلة هنا، ثم مشكلة شنو؟ اتفقنا اللي النص هو هنا يفهموش. قال لك احمد شنو ذي، في بايثون ما عندوش هذه نص من دون ظفرين، ما عندوش كلمة ذا اصلا. انا لازم احط ظفرين، ايه تحط ظفرين. حتى اللون شفت لقيت لاحظ اللون بتاعه مختلف. شوف تعالي احمد ودا حد بس الظفرين. تو الفيديو طوال 15 دقيقة ولا 16 دقيقة، احنا مفيد. كم درس جاي ان شاء الله باش 16 الفيديو 16 دقيقة، وان شاء الله ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوا حاجة. حتى كفهمتوش لو عادي ثم حتى مشكلة، تفهموا الدرس الجاي. حتى كفهمتوش الدرس الجاي مش نعمل كيك عاد كيف. السلام عليكم.